مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وفقرة جديدة من فقرات برنامجكم ليه. يا رب كل يوم بيعدي علينا في شهر رمضان يعدي بخير وهنا وسلامة للجميع. اسمحوا لي في البداية أعزائي المشاهدين أرحب بضيوفي اللي مشرفينا في الاستوديو النهاردة. الأستاذ عز الدين عثمان، مستشار مؤسسة سوزان مبارك لحقوق الإنسان والتنمية ووكيل وزارة الشباب سابقا. أهلا بك يا فندم. وكمان معانا في الاستوديو المطرب السوري الأستاذ ماجد الصافي. مساء الخير يا أستاذ ماجد. أهلا وسهلا. وطبعا برحب بأستاذي الكبير أستاذ شعبان رشاد. مساء الخير يا أستاذ شعبان. تقديمك الجميل والهايل. ويمكن النهارده اعزائي المشاهدين كمان بنتكلم عن الطرب الفن الشعبي المصري الاصيل، ولكن النهارده ضيفنا سوري، طرب سوري وهنسمعه. هو يمكن مصري خليط سوري بما انه معانا هنا النهارده. برحب مره ثانيه بماجد الصافي. وماجد الحقيقه طبعا بقول لك ويلكم تو ايجيبت، او الله يخليك حبيب في القاهره، شرفتنا. وايه حكايه بقى، اديني فكره كان عن ماجد الصافي كده، بدا امتى؟ انت خريج هوايه ولا دراسه؟ هو في الاول كانت هوايه. الاول خالص انا كان عندي حوالي 10 سنين ابتديت احس ان يعني صوتي حلو، وبغني في البيت واقعد اسجل كده لنفسي في المسجل الريكوردر كده. لما كبرت شويه بقيت بال 15 تقريبا ابتدينا بقى نعمل حفلات في الشبيبه عندنا في سوريا. الشبيبه بتعمل حفلات للطلاب، الكشافه مثلا، الحاجات كده. فابتدينا بقى نعمل حفلات يعني في المدارس. وبعدها اتطورت شويه. مين اكتشف صوتك في البيت؟ الاول خالص بابا. اول خالص. باباك يعني اصلا بيشتغل والدي كان في الجيش. كان يعني مسك منصب في الجيش. وبعيد عن الفن يعني، بس هو سميع. عنده اذن موسيقيه فظيعه. عندك حد يعني عندك اذن موسيقيه في البيت غير بابا؟ في بابا وفي جدي وفي ماما. كان عندك كام سنه؟ كان عندي اول ما ابتديت اغني 9 سنين، عن تقريبا 10 سنين ابتديت يعني احس اغني مع نفسي في البيت يعني. عارف دي الهوايه كهوايه. دخلت بعد كده الدراسه؟ دخلت بعد ما خلصت الثانويه العامه. حسيت اني لازم اثقل بقى الموهبه دي. فدخلت سنتين معهد عود وغناء صوتي، سولفيج غنائي. واخذت الحمد لله الشهاده وانتشرت بقى. سافرت شويه اوروبا، شويه دول عربيه، شويه يعني. انا عرفت كمان انك انت ليك شرايط في السوق وليك اغاني جميله، منها اخر كلام كلمات محمد شوافي والحان باسم محمد. وعندك انا غيرهم كلمات بهاء الدين محمد والحان ماجد غطاني، ماجد العطافي. العطافي اسف. وعندك والله بحبك كلمات مصطفى كامل والحان احمد شاهين. ده مظبوط. طيب خلينا نروح للشباب والرياضه وابو الشباب بقى الاستاذ عز الدين عثمان. استاذ عز، يمكن النهارده احنا بنتكلم في شهر رمضان الكريم، وانا شايف ليك نشاط ملموس في الانديه ونادي الزمالك وحاجات انديه. بس انا اهلاوي. بس انا اهلاوي. ما انت اهلاوي بقى، مالناش احنا بنقول احتفالات، بلاش التحيز والعنصريه. انا زملكاوي. طب اعمل ايه بقى؟ انا زملكاوي زيك. اهلاوي وزملكاوي في الاستوديو. دي اهلاويه؟ لا انا مش لازم اهلاوي ولا زملكاوي. لا انت بتشوف يا استاذ عز الشباب ازاي في شهر رمضان؟ والله الشباب النهارده اختلف على فكره رؤيته من شهر رمضان للشباب اللي هو ايامنا احنا. فين شباب برضه يعني؟ طبعا احنا كنا شباب، ما احنا شباب برضه. أيوة. فين زمان الفانوس ابو شمعه الحلو؟ النهارده الفانوس اتغير بقى، بيغني وبقى بيرقص ويلف ويدور. بس بالعصر برضه يا استاذ عز يعني. اشمعنى هو مش هيتغير؟ لا، تقاليدنا المفروض ما نستغناش عنها، وتقاليدنا نحترمها ونستقلها ونمشيها. يعني فين الناس اللي بيعملوا فوانيس دول؟ هم عملوا الفن ده. في الصين وفي ريموت وفي تايوان وفي حاجات. احنا نتقدم كل حاجه، انما احنا اللي نعملها. احنا اللي نتقدم، مش نخلي الصين هي اللي تعمل لنا اللي احنا عايزينه. بس مش هتدخل في اسواقنا. ده عصر التكنولوجيا. انما الشباب، انا شايف ان الشباب النهارده يعني احتفالاته برمضان وبتاع غيرنا خالص. كان زمان نقعد في امسيات، نقعد مثلا في والمسحرات فين، ونروح نلف نستناه، والمسحرات ينادي كل واحد باسمه، او ينادي ولادنا، او ينادي او احنا لما كنا صغار ينادي علينا. فين دي؟ عارف الشارع وينادي. عارف يا ماجد، كان كلمه كنافه دي هنا في عند الشعب المصري كانت علامه مميزه. كنافه وقطايف دي طبعا حاجات رمضان كانت من علامات شهر الصوم ومن علامات شهر رمضان. ما تيجي بقى من الكنافه والحلو نروح لاخر كلام ونسمع ماجد الصافي. ايوه طبعا. يلا نشوف ونسمع، واخر الليل يلا انا بشعر آخر كلام، آخر كلام، قلبي حبك أوان
عمري ما بعد واسيبك في يوم من الايام، يعني عمري اللي فات عدى ومر بسكات، واللي باقي بحياتي هعيشه معاك. طب واخر كلام قلبي حبك اوام، عمري ما بعد واسيبك في يوم من الايام، يعني عمري اللي فات عدى ومر بسكات، واللي باقي في حياتي هعيشه معاك. وتعالى سمعني صوتك، خايف من سكوتك، صوتك غالي علي. احلف لك والله انا مستحلف لك، مش ممكن ابعد عنك، اصلك غالي عليا. وتعالى سمعني صوتك، خايف من سكوتك، صوتك غالي عليا. احلف لك والله انا مستحلف لك، مش ممكن ابعد عنك، اصلك غالي عليا. تيتا 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 نفسك في ايه ولا اقولك عليه؟ ده انت نفسك في قلبي تعيش بس فيه، يعني مكسوف تقول ولا شكلك خجول، بس باين في عينك كلام بتداري. واللي نفسك في ايه ولا اقولك عليه؟ ده انت نفسك في قلبي تعيش بس فيه، يعني مكسوف تقول ولا شكلك خجول، بس باين في عينك كلام بيداك. وتعالى سمعني صوتك، خايف من سكوتك، صوتك غالي عليا. احلف لك والله انا مستحلف لك، مش ممكن ابعد عنك، اصلك غالي عليا. طب واتكلم قلبي حبك اوام، عمري ما بعد واسيبك في يوم من الايام. الله الله الله، هايل هايل. برافو. بس انا عايز اسالك سؤال بقى. اتفضل. هو نفسه في ايه؟ نفسي كنافه. لا صحيح. يا استاذ شعبان، احنا حضرتك قلت في اخر البرنامج في كنافه وقطع، اكيد ان شاء الله مش لاقيينها. احنا بنفرض علينا يا استاذ عايز، ما تقلقش. بعتنا نعملها الاول، بس هتيجي على الناقه. استاذ ماجد الكلمات معلش يا رشا انا هاخد منك. لا اتفضل يا استاذ. الكلمات دي معموله مكتوبه. مكتوبه ليا ليك انت. انت اللي حطيت الالهام فكره يعني اجل لا هو فهمني. الكاتب عندما يكتب بفكر الفنان فليكتب بإلهام، فممكن تكون الكلمات انت هو نفسه في ايه وبيفكر في ايه، عشان هي خجولة مش عايزة تقول له بحبك. مظبوط صح. ده كان إلهام ولا كانت كلمات؟ ما تخافش قول. انت متجوز الاول؟ كان الهام. انت متجوز؟ متجوز. طب خلاص سامحينا. مش متجوز تاني. النهارده هننام كده. هو الهام الاول. الهام يعني انا لما جيت عايز اغنيه شبابي حلوه لذيذه في الجو ده الحلو، فقلت للشاعر، قلت له انا في عندي فكره، وهي ان انا بحب واحده وخلاص انا حبيتها جدا جدا، وهي مش عايزه تبين لي ان هي يعني في خجل عندها، وعايز اطلع الحب اللي فيها. يعني عايز تشجعها. اشجعها وبخليها على سجيتها معايا في الحب يعني. فقال لي طيب خلاص اديني كده شهر كده وانا اديك بس هي كانت خجوله قوي؟ مش قوي. طب ما نسمع حاجه لام كلثوم ونشوف. المهم خرجت من الخجل ولا لسه؟ من زمان. ما خرجت. طيب